المنتخب التونسي؟ خسارة موجعة، خسارة مذلة. تونس عندها قوة عجيبة وغريبة، وأنها عوض أن تدخل هي للتاريخ تدخل منافسيها للتاريخ. تونس اليوم أدخلت ناميبيا للتاريخ، هي لا وليست أول مرة تفعل ذلك. هذاك علاش تونس اليوم كان فريق ضعيف فقير حزين. الفريق الوطني التونسي اليوم تسبب في مرض 12 مليون تونسي، وليست المرة الأولى. ذهبنا إلى الكوت ديفوار بآمال كبيرة وعريضة، بتحضيرات كبيرة وعريضة، وقلنا المقابلة الأولى ضد ناميبيا ستكون مقابلة تحضيرية، كانت مقابلة كارثية، خصوصا هي أضعف الفرق المجموعة. طبعا بالمنطق، باللي تحب أنت، بالمنطق، بالمستوى، باللي تحب أنت، بكل المقاييس. كانت مقابلة كارثية أولا. ثانيا يعطيك الصحة يا بشير بن سعيد، تجنبت لنا فضيحة. حارس الفريق التونسي تجنب لنا فضيحة. تصوروا، حتى خسورة على الفريق التونسي. سيد المخرج ورينا الهدف، هنعطيك الصورة. سيد المخرج ورينا هدف ناميبيا، تو تفهم اللخبطة. الحين بيجيك الهدف. اللخبطة من كان الهدف جاء معناها في توقيته. لا مش في توقيته، في مكان اللاعبين على الجهة اليمنى. من هو المدافع الأيمن؟ هو كشريدة. من هو المدافع الأيسر؟ علي معلول. انظر للهدف. علي معلول على الجهة اليمنى. ثانيا، من كان مكان علي معلول؟ أي شخص. من كان وراء اللاعب الذي سجل؟ يوسف المساكني داخل 18 متر نتاع الفريق التونسي يعمل هكا. قل وينكم؟ شفما؟ معناها هذه صورة مصغرة على اللخبطة. فوضى عارمة. الفريق التونسي يوم فوضى عارمة. المدرب ما نعرفش خلى مخه في تونس. المدرب سي جلال القادري هذا الهدف. نرجع للعملية من الأول. ترجع الإعادات موجودة. لا ارجع العملية، والحصرية للقنوات موجودة في بين سبورت، لكن بتشوفها الحين انت. نشوف التوزيع كيف ومين قبل الإعادات. راهي كارثة يا مشيري، راهي كارثة. تتألم لأول مرة. فريق متاع حي، ماهوش فريق وطني. صحيح، فريق متاع حي. راهو الشوط الأول تتفرج وماناش مصدقين، التوانسه ماهمش مصدقين. انا الاتصالات اللي جاتني من المواطنين التوانسه ناس مرضت. ناس مرضت على الفريق التونسي. وبالتالي انا اعتبر وانه ما حصل اليوم هي كارثه. تجنبنا الفضيحه، سقطنا في الكارثه وتجنبنا الفضيحه، ولكن الامل يبقى قائم. اتفهم حسره فتح المولدي والألم اللي عيشه، لكن الألم عشته في 4 نسخ سابقة متتالية دائما ما خسرت فيها تونس مواجهاتها الافتتاحية. وهذاك علاش قلت لك عوض ان احنا ندخل للتاريخ ونوقف. اخر مواجهة أولية ربحناها كانت في الدقيقة 90 عام 2013، وانا في البلاتو نتاع البيين، يوسف المساكني ضد الجزائر في هذا المساء نتاع 2013 من وقتها. لكن المقابلات الأولية لم تكن ضد ناميبيا. طيب عشان أعطيه تحت فرصة، ضد ناميبيا. من يتحمل هذه الخسارة؟ المدرب 90% المدرب و10% اللاعبين، لأنه خيارات التأكيد وأنهي، لأنه حتى عبد الكريم وأنهي اللخبطة. التأكيد وأنه بين الشوطين يجري تغيير في الخطة وفي اللاعبين. ثم المهاجم الوحيد اليساري الذي أخذناه وهو في فورمة كبيرة، إصرار فيه. تعرف متى دخل؟ في الدقيقة 90 زائد 2. هذه التغيير 90 زائد 2 يعملوا مدرب يحب يربح الوقت، مش مدرب يجري وراء الوقت. وأنهي خسارة
موجعة ومخيبة للمنتخب التونسي الذي يتكبد هزيمته الأولى في أولى مبارياته في كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 ضد فريق يحقق أولى انتصاراته في الكان ناميبيا إلى جانب الكابتن جلال القادري مدرب المنتخب التونسي. كابتن نقولوا هارد لك الخسارة، نقولوا خسارة موجعة. حكينا قبل المباراة أنه حان الوقت لكسر سوء الطالع اللي كان مع المنتخب التونسي في البدايات في كل المغامرات الإفريقية وخاصة في الأربع نسخ الأخيرة، لكن اليوم رغم أتيحت بعض الفرص في بداية المباراة ثم بداية الشوط الثاني المنتخب التونسي ما قدمش الوجه المنتظر وما ظهرش بالقوة اللي كانت تكفي لحسم المباراة. صحيح، قبل كل شيء نتأسفوا لجماهيرنا على النتيجة هذه. نعرفوا اللي الدخول في المسابقة باش يكون صعيب، ماهوش إلا على المنتخب التونسي. عادي جدا في مسابقات بالقيمة هذه كونك الدخول يكون بشوية بشوية. احنا رغم كنا نعرف نقاط قوة المنتخب الناميبي خاصة على مستوى الكرات الطويلة، كرات في عمق الدفاع، حذرنا منهم، لكن يظهر لي الشوط الأول وجدنا صعوبة كبيرة، نقصنا الامباكت فيزيك سورتو على مستوى وسط الميدان، ما عرفناش نتعاملوا مع الكرات الثانية. الإصابة نتاع ياسين الخنيسي في بداية المباراة خلاتنا نضطروا حتى على جانب التنشيط الهجومي باش نغيروا من طريقة الأداء نتاعنا. الشوط الأول كان سيء بكل المقاييس، وجدنا فيه بعض الصعوبات، قمنا بالتغييرات اللازمة خاصة على مستوى تمركز اللاعبين، على مستوى تنشيطنا. دخول العيدوني أيضا وسط الميدان، العيدوني أعطانا القوة البدنية، غيرنا في تمركز واللي تعدينا من 4-3-3 ل 4-2-3-1. تواجد أنيس بن سليمان خلف المهاجم، أعطانا عدة حلول، ولينا نشوفوا الكرة توصل بأسرع للهجوم، خلقنا بعض المحاولات وبعض الفرص خاصة على الكرات الثابتة ما كناش موفقين فيهم. تعرف في مباريات كيف هيك وقت يجوك 3 و4 فرص في مباراة تبدا مغلقة شوية لازمك تكون أكثر فاعلية. ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات الهجومية. قبلنا هدف في آخر المباراة كان قاسي علينا، حاولنا نرجعوا نعمل ردة فعل ما نجحناش. اليوم يظهر لي نتحملوا مسؤولياتنا، احنا اللي حاطين انفسنا في الوضعيه هذه. مازالوا 6 نقاط، 2 مباريات ان شاء الله نراو رده فعل ممتازه من المنتخب. طيب كوتش، كنا حكينا انه المنتخب التونسي حتى في يوم الاعلان على القائمه انه المنتخب التونسي في ديناميكيه ما كانتش جيده على مستوى المباريات الوديه، على مستوى المباريات في تصفيه كاس العالم، وتمنينا انه في الكان يتحسن ويرتفع المستوى، لكن المنتخب التونسي قعد في نفس هذا النسق. واليوم شفنا تقريبا في جل الفترات ما فماش الرتم المطلوب. صحيح، أنا كنت صرحت على الأشياء هذه، بعض الصعوبات اللي واجهناها في بداية التحضيرات، وكنت واضح قلت اللي راهو على المستوى البدني ثم بعض المشاكل نظرا لتوقف أغلب الدوريات. اليوم كيف نشوف أوقات اللعب بعد التربص نتاع شهر نوفمبر حتىكش وين بدينا التربص نتاع شهر جانفي، تقريبا أوقات اللعب نقصت برشا خاصة في وسط الميدان. هذه إشكالية حاولنا نتعاملوا معها، قمنا بالتحضيرات اللازمة. عادي جدا في أول مباراة ما نجمش نلقاو النسق اللي حشنا به، لكن يظهر لي مازال اليوم عندنا الوقت باش نتداركوا، باش نرجعوا للمستوى اللي نعرفوا به المنتخب التونسي. عندي ثقة في المجموعة إن شاء الله، كيف ما قلت كيف ما تحطينا في وضعية صعيبة نعرفوا كيفاش نتجاوزوها في المقابلات القادمة. المباراة القادمة ضد مالي جلال، وكما بديت كنا تحدثنا وتمنينا النفس أنه نبدأ ب3 نقاط وبانتصار، لكن اليوم بهزيمة ب0 من النقاط وضد منتخب ناميبيا على المستوى المعنوي. خليني من المستوى الفني والبدني والذهني قادر المنتخب أنه يعود. هذا نتمنوه اليوم. إذا كان احنا عندنا دي كومبيتيتور، عندنا جوارات اللي لاعبين اللي عندهم صنعه كبيره، لاعبين اللي عندهم خبره كبيره بالمسابقات هذه. ماناش اول منتخب اللي ينهزم معناتها في المباراه الاولى. منتخب ارجنتيني خسر اول مباراه ضد المنتخب السعودي وبعد فاز باللقب. توعد بكاس افريقيا بعد الخساره اليوم. احنا نوعدوا اللي باش نعملوا رده فعل. هزيمه موجعه، قلت مره اخرى نعتذروا لجماهيرنا، ما كناش ننتظروها، لكن كنا نعرفوا اللي باش تكون مباراه صعيبه. حاولنا كل معناتها ما اوتينا من قوه باش نعملوا رده فعل، ما كناش ناجعين اليوم. ان شاء الله رده الفعل تحضر في المباريات القادمه، وان شاء الله تكون معنا ب3 نقاط وبرده فعل بعد مباراه مالي جلال. هارد لك، ونتمنى التوفيق للمنتخب التونسي. استهل المنتخب التونسي مشواره في كأس الأمم الإفريقية بهزيمة مفاجئة أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، وكانت المباراة قد جمعت بين المنتخب التونسي ونظيره الناميبي
يوم أمس الثلاثاء برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية، ولم يظهر المنتخب التونسي ما يشفع له لا من حيث النتيجة ولا من حيث الأداء، ليتلقى بذلك هزيمة مفاجئة وبعثرت أوراقه في التأهل في المجموعة القوية، خاصة في ظل تواجد منتخبين من العيار الثقيل هما منتخبي مالي وجنوب إفريقيا. وتمكن المنتخب الناميبي من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 67 إثر ارتباك وعدم تفاهم واضح في دفاع المنتخب التونسي. وبهذه الهزيمة يتدير المنتخب التونسي المجموعة بعدما حقق المنتخب المالي الفوز على منتخب جنوب افريقيا، ليحتل بذلك مالي وناميبيا المركز الاول ب3 نقاط، فيما ياتي منتخبي جنوب افريقيا وتونس في المركز الاخير. يذكر ان المنتخب التونسي سيواجه في الجولة المقبلة منتخب جنوب افريقيا، وستكون المهمة صعبة امام رفاق النجم يوسف المساكني.